أشرف أبو جليل موجه أول التربية المسرحية بالمعادي. وأدعو السيد عبد الرحمن الصاوي مقدم الجوائز في هذا المهرجان. والآن نكرم صاحب العرس الكبير المبدع والملهم المربي والقدوة الحسنة الفنان محمد صبحي. والآن مع كلمة الفنان محمد صبحي. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول أبنائي أعزائي فلذات أكبادي، الحقيقة أنا متشرف أن يكون اسمي على هذا المهرجان، وهذا الرجل بجواري وصاحب الفكرة وهو موجه تربوي بحق. هذا الرجل يكافح في الوقت الذي نتراجع فيه في التعليم، يتقدم وهو يعي أن الوعي هو في المسرح. قد إيه أنا سعيد باللي أنا شفته، وإذا كان الحالة المادية فعلا عشان الناس دول يقدموا مسرح أحسن، مفيش أموال كفاية، ولكن احنا تعلمنا أن نحو مسرح فقير غني بأفكاره ولكن فقير بمصروفاته. هذا هو المسرح الذي يصل إلينا. أنا بحييهم. والفكرة البسيطة، كلمات، أشعار، ألحان، حركة، إخراج، الولاد قد ايه كنت نفسي اطلع بنفسي علشان ابوس واحد فيهم، لان انتوا ما تتصوروش احنا جيلنا ابناء مسرح المدرسه، جيلنا اتخرج من المدرسه الابتدائيه والاعداديه والثانويه، اتعلمنا ابسط الامور اللي خرجت بيها من هذا العرض، ان اذا كانت المراه خرجت من ضلع ادم فانا وانت وهي خرجنا من رحمها. أشكركم. بس الأستاذ أشرف هو ضيع نفسه فرصة كبيرة، لأن هو قال إن أنا ساهمت ب2000 جنيه. أنا ساهمت بال2000 جنيه دول عشان تشجيع للي طالع الأول، إنما هو ضيع نفسه فرصة ونسي. ما كنتش أحب إنه ينسى إن في المهرجان اللي فات لما طلعت واتكلمت قلت إن العمل القادم أنا مساهم بيه بالديكورات والملابس والألحان علشان نقدم حاجة كويسة. هو نسي وضيع على نفسه ده، بس أنا بعد تاني إن فعلا أنا متبرع ب10,000 جنيه علشان العروض الجاية تتقدم بشكل أحسن، وياخدهم مني بكرة، مش هنستنى. أدعو الأستاذ يوسف سليمان للصعود إلى خشبة المسرح. أدعو الأستاذ أسماء الدين وكيل الوزارة للصعود إلى خشبة المسرح. الأستاذ محمد الشيخ وكيل المديرية للصعود إلى خشبة المسرح. الدكتور إبراهيم رفعت مجلس أمناء المديرية للصعود إلى خشبة المسرح. والآن
نكرم ضيوفنا الحاضرين. أولا المكرمون من الفنانين. مكرمنا الأول ولد في القاهرة لأب مصري وأم فرنسية. حصل على جائزة الممثل الأول وأحسن ممثل على مستوى المدارس المصرية والأجنبية. في بداية الأربعينات سافر إلى باريس لإكمال دراسته، فقدم على مسارح فرنسا عشرات الأعمال، واشترك مع الفنان محمد صبحي أعمال منها علي في مظهر والأربعين حرامي، رحلة المليون، صب لبعض المليون، أنا وهؤلاء، فارس بلا جوال، رحلة العمر، يوميات ونيس، عايش في غيبوبة، عائلة ونيس عام 1995. مكرمنا اليوم هو الفنان الجميل جميل ياسر. أولا عاوز أقول لك يا كوكو إن في البرنامج بتاعك في غلطة كبيرة. كتبت إن أنا أبويا مصري وأمي فرنسية. أمي مصرية وسعودية وعمتها كده شعراوي. يعني أنا مصري 100%. دلوقتي من أول مرة اتقابلنا دخلنا أنا وصفحي في رحلة المليون. رحلة جميلة وطويلة وفيها المحبة والتفاهم مش هقول الأخوية، لأن يوم من الأيام محمد صبحي قال لي أنا مش أخوك، أنت مش أخويا، أنت أبويا. وفي المسلسل اللي كتبه وقدمه محمد صبحي اللي هو يوميات ونيس فعلا خلاني أبقى أبوه. أنا كنت بفكره أساس تصوير برضه. عاوز أقول نعم الفضل أنا عاوز أقول أنا أبو الفضل ربيتك يا واد يا ونيس، ربيتك كويس وخليتك راجل، واكتشفت في اليوميات بتاعتك انك انسان فيك انسانيه كبيره جدا، واهتميت بمشاعر المصريين ومشاكلهم الاجتماعيه والسياسيه. وإنسانيتك دي يا ونيس خلت محمد صبحي يهتم بالعشوائيات ويناضل عشان يحل المشكلة الفظيعة دي. عاوز أقول يعني باختصار لكن بفخر
إذا كان أنا اسمي جميل راتب لقب لي أبو الفخر، أنت يا محمد صبحي لقبك الرسمي أبو الفقراء. يعني باختصار كده عاوز أقول لك باختصار لكن بالفخر الحب إنه إيه؟ إنه أنا سعيد بيك وفخور بيك. قد إيه أنا فخور بيك وقد إيه أنا سعيد ومستعد وجميع أو كثير من أعمالك المفروض. مكرمنا الثاني. مكرمتنا هي فنانة كبيرة رشحها الفنان الشريف للمخرج حسين كمال، وهي طالبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية بتشارك في بطولة فيلم حبيبي دائما، ثم قدمت لنا العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية. ومن أبرز أعمالها على المسرح مسرحية الملك ليل مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، ومسرحية كوكب ميكي مع الفنان أحمد راتب. ومن خلال مشاركتها في هاتين المسرحيتين تم اختيارها كأحسن ممثلة مسرحية عن عام 2003 هي الفنانة الكبيرة سوسن بدر. مكرمنا الثاني. كان أول ظهور له من خلال فيلم النمر الأسود مع الفنان أحمد زكي، وشارك في عدة أعمال مع الفنان محمد صبحي مثل خالد بلا جواد وملح الأرض وعايش في الغيبوبة. مكرمنا هو الفنان الكبير يوسف صوتي.
وشاركت في عدد من السهرات التلفزيونية، وفي المسرح ظهرت في العديد من المسرحيات، حيث ظهرت في مسرحية عصفور ودبور، ومسرحية الساهي واللبني، ومسرحية خد بالك من عيالك، ومسرحية نهار أبيض. وفي مطالع الثمانينات كانت فنانتنا قد تبلورت في عالم الفن، وقد أتت في العديد من الأدوار التي قلما نجد من يؤديها بنفس كفاءتها. فنانتنا ومكرمتنا التالية الفنانة القديرة أمل إبراهيم. مكرمنا الثاني. بدأ حياته الفنية عام 1982 حيث شارك في فيلم بعنوان الدباح مع وش الشاشة فريد شوقي. وفي فترة التسعينات ظهر في عدد من الأعمال التاريخية. وبعد فترات وجيزة قام الفنان القدير محمد صبحي بترشيحه للعمل معه في عدد من الأعمال التي يقوم ببطولتها كفارس بلا جواب وعدد من مسرحياته. مكرمنا التالي هو الفنان الكبير الأستاذ أيمن عزة. مكرمنا الثاني. مكرمنا اليوم هو مغني وممثل سوري شارك مع الفنان محمد صبحي في العديد من الأعمال المسرحية، ومنها لعبة الست وكارمن وسكة السلامة، وله العديد من الألبومات الغنائية. مكرمنا اليوم المطرب الكبير أركان فؤاد.
والآن المكرمون من الكتاب والمثقفين، ومكرمنا الأول هو إعلامي كبير منذ أن عمل في التلفزيون المصري، وهو يطور في برامجه حتى وصل إلى أعلى مستوى إعلامي، وهو الشاعر الكبير أصدر العديد من الدواوين. مكرمنا هو الشاعر الكبير جمال الشاعر. نحن في انتظار أن نرى انطباع عاجل سيرته. مكرمنا الثالث الخبير التربوي والباحث في المركز القومي للبحوث التربوية، يقدم المهرجان لأدواره المتعددة، وهو الباحث الأكاديمي والمحلل الفكري لقضايا التعليم والمناضل في مركز تطوير المناهج. هو المفكر المستنير والمنحاز إلى أبناء الفصل الفقيرة وتصحيح التعليم المنافس. مكرمنا هو المفكر الكبير الدكتور أشكركم جميعا. أنا في الحقيقة اشتغلت مدرس تاريخ ومدرس جغرافيا ومدرس فصول فردية في الجامعة وباحث تربوي، لكن الشيء المبهج والرائع بالنسبة لي أني أتكرم في يوم للمسرح وعلى اسم الفنان العظيم محمد صبحي. الحقيقة المسرح هو أبو الفنون، وإحنا بنقول أبو الفنون لأنه على المسرح لازم نلاقي دراما ونلاقي شعر ونلاقي غناء ونلاقي رقص ونلاقي ديكور ونلاقي مكياج ونلاقي ملابس، فالمسرح ابو الفنون. وانا اظن لما تكون الفنون بخير يبقى المجتمع كله بخير. في الوقت اللي كان عندنا مسرح نجيب الريحاني ومسرح علي الجزار ومسرح يوسف وهبي ومسرح رمسيس، كانت الناس مهذبه مش متعصبه، عندها ذوق، عندها ثقافه. حتى في المرحله اللي بقى المسرح مسرح عام، وشفنا مسرحيات ميخائيل رومان وألفريد فرج وعبد الرحمن الشرقاوي ونجيب سرور، كان كمان لسه الناس بخير. وانا اظن انه كان احتراق الاوبرا واحتراق المسارح من سنه 72 بدايه تدهور خطير في الفنون وفي المجتمع. حرص محمد صبحي انه يحفر في الصخر في الحقيقه في الثمانينات، ويعني انا مش عارف، ما عنديش خلفيات عن التحديات اللي كان بيواجهها، بس كان ابسط هذه التحديات انه على منابر الدوله وفي اذاعات الدوله يوصم الفنانين والممثلين بالعصاه، ويتقال على الفنان انه تاب لانه بطل كأن التمثيل معصيه. انا سعيد قوي واتمنى لكم التوفيق، واتمنى ان وزاره التعليم تبدا هي النهضه المسرحيه في المرحله اللي جايه. واشكركم كثيرا. مكرمنا الثالث ولد في فلسطين عام 1941 ونشأ في القاهرة، يحمل الجنسيتين المصرية واللبنانية. درس الموسيقى في معاهد مصر العريقي، حيث حصل على الدبلوم قيادة أوركسترا سيمفوني من معهد شايكوفسكي الشهير، وأسس فرقا عديدة في لبنان للكبار والصغار، قبل أن يوظف قلبه الموسيقي وعقله بخدمة الفرقة القومية للموسيقى العربية. فهو الفنان المبدع المايسترو سليم سحاب. تتسلل ذكره
التالي. هو نائب رئيس التحرير والمحرر الثقافي والمشرف على صفحة النساء الأدبية، شاعر له 4 دواوين، ناطق وكاتب مسرحي، له نصار مسرحيات، كتب أشعار العديد من المسرحيات لمسرح الدولة. رأس تحرير جريدة مسرحنا الذي تصدر عن وزارة الثقافة. مكرمنا هو الشاعر الكبير يسري حسان. المكرم التالي سأقدمه بنفسي. هو ابني وصديقي وأخي ودراعي اليمين منذ أن أسست مهرجان الكاتب سعد الدين وهبة في المعادي، وهو دراعي اليمين في كل شيء في المهرجان. في المهرجان اللي عملناه باسم الكاتب المسرحي، مهرجان الكاتب المسرحي المصري اللي أجريته كمان 3 سنين، هو دراعي اليمين. في مهرجان الفنان محمد صبحي كان دراع الدورة الأولى دراعي اليمين. في كل حاجة هو شايف كل شغلي ومعايا خطوة بخطوة وفكرة بفكرة ويد بيد، غير أنه وقع حادث مروري منذ 5 أشهر له، فقد نسبة كبيرة من بصره، فلم يعد نهاد شوقي هو نهاد شوقي الذي أعرف. مكرمنا هو نهاد شوقي الفنان الشاب دراعي اليمين. مكرمنا التالي. هي الأخصائية المثالية بإدارة المعادن لهذا العام والأعوام السابقة، منذ أن عملت أخصائية مسرح بإدارة المعادن، وهي لا يمر عام إلا ويتم تصعيد عروضها لتمثل المديرية على مستوى الجمهورية. حصدت معظم جوائز الدورة الأولى لمهرجان الفنان محمد صبحي، وتشارك ب3 عروض في الدورة الحالية. مكرمتنا هي الفنانة والمخرجة الكبيرة إيناس حسان. والآن مع الدروع التذكارية. درع تذكاري للسيدة فاطمة خضر وكيل أول الوزارة. درع تذكاري للسيد عادل عبد العظيم مدير عام الإدارة. تصور
درع تذكاري للسيد الدكتور خالد عبده وكيل الإدارة. درع تذكاري للسيدة نعمة الدالي مدير الخدمات التربوية. درع تذكاري لمؤسس المهرجان الكاتب والشاعر أشرف أبو جليل. درع تذكاري للسيد محمد الخطيب راعي المهرجان. درع تذكاري للسيد عبد الرحمن الصاوي مقدم جوائز المهرجان. درع تذكاري للسيد جمال طاهر موجه عام التربية المسرحية. درع تذكاري للسيد المهندس محمد خبازة مدير مسرح البالون. درع تذكاري للسيد يوسف سيمان وكيل المديرية. وكيل أول المديرية، عفوا. درع تذكاري للسيد محمد الشيمي وكيل الوزارة. درع تذكاري للسيدة أسماء الديب وكيل أول الوزارة. مساء الخير، انا بعتذر بالنيابه عن زميلتنا رندا الكحيري، عندها بس الديكور بتاعها النهارده في مسلسل سلسله دم، لكن هي موجوده في باقي ايام المهرجان. اشكركم.
الفنان ماهر عصام. الفنان عادل نور الدين. وأخيرا الفنان محمد رجب. والآن درع الفنان محمد صبحي. تقدمه له قيادات الوزارة. محمد تاني لو سمحت. محمد تاني.